قول لي يا تيتو يا اسيوطي، العيشه هنا في اوروبا احسن من العيشه في مصر؟ الحياة والعيشة مصر أجمل بكتير طبعا من أوروبا بحاجات كتير أوي، كفاية بس يعني ناسها، قعدتها بس مع أصحابك، كل حاجة مصر أكيد. ايه رايك لو تاخد فلوس مثلا وتتنازل عن الجنسيه المصريه خالص وتاخد الجنسيه الايطاليه بس؟ أنا مش من توافق؟ النوع ده، لا مش من النوع ده، أنا ما ليه ببيعش مثلا؟ بلدي. لو بص مال الدنيا دي كلها ما ببيعش بلدي. ليه؟ هي اللي ربتني، هي اللي طلعتني. أنا لولا هي أنا ما كنتش جيت. أنا طالع منين؟ أنا طالع من مصر. حتى لو كان إيه، هي اللي طلعتني وهي اللي كبرتني. طب ما انت سبتها. سبتها عشان مستقبلي، ابني مستقبل لنفسي. تمام ماشي، انت هتبقى بقى دلوقتي هتبقى بس معاك الجنسيه الايطاليه وهتبقى ايطالي تشينتو مش بالتشينتو خلاص محتاج وهتعيش هنا. احتاجها في الجنسيه. انا ما دام شغال حياتي تمام. تاخد 4000 يورو زياده فوقيها. انا مش محتاج ال 4000 يورو، انا شغال ودنيتي تمام. مش محتاج جاي هنا عشان اليورو؟ جاي عشان اليورو، بس مش جاي عشان ابيع بلدي وابيع نفسي عشان شويه فلوس. مع الفلوس انا اللي بعملها مش هي اللي بتعملني. يا عم الحاج هتبقى ايطالي. ايطالي مين ده؟ هم كانوا بيجي يشتغلوا عندنا يعني. هم الطلاينه اساسهم ايه؟ هم ليهم ايه الطلاينه دول كانوا منشئين في كل حته. فانا يعني هي الايام بس لفت ودارت وخلتني احتاج لهم، بس ما انساش ان هم لهم اصل عندنا. مصر دي تاريخها لو لفيت العالم كله ما هتلاقيش غير مصر. مصر دي هي اللي عاش فيها سيدنا موسى. يعني احنا لو حكينا من النهارده لبكره عن مصر مش هنخلص عن مصر. فانا ما بيعش بلدي ولا بيع حتى جنسيتي عشان شويه فلوس.